ايه رأيكم بقى؟ شفتوا حلوة ازاي وجميلة؟ طالعة ازاي جميلة ان شاء الله. هي انا عملتها حمرتها على مرحلة واحدة مش مرحلتين، وطالعة حلوة جدا 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 ومش محتاجة مرحلتين دي خالص يعني. بص اهي، شوفوا اهي مقرمشة ازاي وهشة من جوه ازاي، فاضية من جوه وهشة ازاي. ياه. سامعين؟ سامعين القرمشة اهو، سامعين القرمشة وهشة من جوه، مش ملكمة. اه شوف، اه شوف هشة من جوه ازاي، مش ملكمة. حلوة وجميلة وطعمها حلو وريحتها تحفة. في ناس بتحطها بقى في العسل، وفي ناس بتحط عليها سكر بودرة، براحتكم بقى، اللي عايز سكر بودرة يحط واللي عايز عسل يحط. مع السلامة، احبكم في الله. لايك واشتراك وتفعيل الجرس، تعليق حلو يا حبايبي يشجعني. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير وسعادة دايما يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. دلوقتي انا هعمل معاكم الزلابية بس بطريقة جنان وحلوة جدا. دلوقتي احنا معانا كوبايتين دقيق، تمام، ومعانا معلقة خميرة ومعلقة سكر، ومعانا معلقتين نشا ومعلقة لبن بودرة، ومعانا كوباية ونص، مية. تمام، هنعجن العجينة ونشوف بتتعجن ازاي. دلوقتي احنا هنضيف اللبن والنشا على الدقيق، تمام اهو كده. وهنقلبهم مع بعض كويس. بسم الله. نحطهم كده بقى على الجنب، بعدين نجيب الوعاء اللي هنعجن فيه، هنحط فيه السكر، معلقة السكر ومعلقة الخميرة، وهنضيف عليهم المية الدافية. نحط عليهم المية الدافية، تمام. حطينا كده الكوباية، وهنسيب النص الكوباية التانية واحنا بنعجن عشان نزود حبة حبة تبع الدقيق، لان في دقيق بيشرب مية وفي دقيق لا. هنسيب الخميرة بقى شوية في المية كده عشان نشوفها هي بتفور ولا لا، يعني خميرتها مظبوطة ولا لا، وبعد كده نحط عليها الدقيق والطلبات كلها. تمام يا حبايبي، لايك وشير واشتراك وتفعيل جرس يا حبايبي عشان يوصلكم كل جديد. احبكم في الله. دلوقتي هنضيف بقى الايه، كده هي الخميره مع حطينا الخميره مع السكر مع الميه، تمام. ما زودناش الميه كلها، انتوا عارفين طبعا عشان ايه، هنزود تبع احتياج الدقيق. كده هنزود، هنحط بقى الحاجات المكونات اللي احنا عاملينها. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا كده هنزود ايه، ميه شويه بشويه، تمام. دلوقتي احنا خلصنا عجن اهو، العجينه خلصت اهي عجن، تمام. بس بامانه يعني الدقيق احتاج ميه زياده، يعني خدت اكتر من كوبايتين، يعني كوبايتين وشويه، مش كوبايه ونص، عشان ابقى امينه معاكم يعني. العجينه اهي هنسيبها بقى لما تخمر، وبعد كده هنعمل. خلي بالكم ما تخلوهاش لا سايبه قوي ولا مجمده قوي عشان ما تطلعش ملكمه من جوه. لو العجينه جامده مجمده هتطلع الزلابيايه من جوه ملكمه. لكن لما تبقى سايبه، مش سايبه قوي، سايبه يعني شويه كده زي ما انتم شايفين كده، تطلع من جوه هشه ومن بره مقرمشه. شوفوا كده، تبقى تحفه تحفه تحفه، صدقوني تبقى جميله جدا، وان شاء الله تعجبكم يا حبايبي. هسيبها بقى لما تخمر، وبعد كده ايه نشتغل فيها في القلب.
خمرت خلاص اهي. هناخدها بقى، هنجيب طبسية فيها زيت ونجيب معلقة ونعك المعلقة زيت ونحمر، ننزل في الزيت في الزيت على طول على النار، بس الزيت ما يبقاش حامي قوي. تمام، خليكم معايا وانا بحمرها. بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي هنحمرها اهو في الزيت، معلقة صغيرة اهو نحطها في الزيت ونحمرها عشان تطلع جميلة ان شاء الله. خليكم معايا يا حبايبي، في الاخر هوريكم.